السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. كنا ذكرنا يوم أمس وقلنا أنه أي سيارة من سيارات علامة فيات يتم إنتاجها ولا صنعها في دولة من دول الاتحاد الأوروبي راح تستفاد من تخفيض على الرسوم الجمركية المطبقة على السيارات. الأمر هذا راح يخلي أسعار علامة فيات تنخفض في الجزائر إن شاء الله. واليوم جريدة الأسوار أكدت الكلام هذا وقال لك أنه علامة فيات راح تنشر الأسعار الجديدة المخفضة في الجزائر ابتداء من يوم غد 16 أفريل من سنة 2023. معناتها راح نشوفوا أسعار جديدة إن شاء الله يوم غد ومخفضة على الأسعار اللي كانوا يبيعوا بها. بالنسبة للناس اللي قدمت طلبيات تاعها على أساس أسعار السيارات القديمة، هذو راح يستفادوا من تخفيضات، وهذه اللي راح تقيس علامة فيات. معناتها إلا شريت سيارة ب 263 ورجعت السيارة ب 250 مليون راح تستفاد ب 13 مليون هذيك يعاودوا يرجعوها لك. بالنسبة كذلك المعلومة مهمة لازم تعرف الآن، لازم نعرفوا السيارات هذو وين راهو يتم إنتاجهم، اسكو في دولة من دول الاتحاد الأوروبي ولا دولة خارج الاتحاد الأوروبي. مثلا نعطيكم مثال، كان سيارات يتم إنتاجها خارج دول الاتحاد الأوروبي تاع علامة فيات في تركيا، هادو ماهوش راح يستفادوا من تخفيض تاع الرسوم الجمركية. كذلك عندي معلومة أنه كاين بعض الموديلات راح تستفاد من تخفيض يوصل حتى ل 30 مليون، خاصة في السيارات النفعية، والأمر هذا جد إيجابي وراح يأثر على أسعار السيارات بالإيجاب. كذلك كاين معلومة أخرى أنه مش علامة فيات فقط راح تستفاد من هذه التخفيضات، أي علامة أوروبية أخرى السيارات تاعها يتم إنتاجهم في دولة من دول الاتحاد الأوروبي راح تستفاد من الرميز هذا. كاين سيتروين، كاين أوبيل، كاين العديد من العلامات. ليسونسيال الشرط أن السيارة تاعك تنتج في دولة من دول الاتحاد الأوروبي، وهذه نقطة إيجابية. كذلك راح تأثر على أسعار السيارات الجديدة وكذلك حتى المستعملة منها. والاسعار هذه تاع السيارات المستعمله اللي راهي تدور، انا شفنا بعد ما فيات على لونسيات لي بري تاعها، كاين ناس استغلت هذا الامر وبدات تعاود تبيع بالسيارات تاعها بالاسعار القديمه. ونقول لكم ما تتقلقوش يا خالتي، راهي كاينه بزاف دي زوف راح يكونوا اوبليطا ان شاء الله، واللي راح يخلوا اسعار السيارات المستعمله تهبط لا محاله. صحفت لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.